رقبتي اتكسرت، 5 فقرات في العمود الفقري، صدري، ارتجاج في المخ، دي خفيفه، كدمه في الحبل الشوكي، عملت شلل رباعي، كان القلب الريست وقف، ودخلت غيبوبه حوالي شهر يعني. طيب احنا دلوقتي ناس بتاعت سفر زي ما اتفقنا، ده حاجه مناسبه ليهم تتعمل لهم؟ انا شخصيا شايف ان احنا مقصرين جدا في الحته دي. صح. احنا كمجتمع، مش انا بس. طب ما يلا يا جماعه احنا نعمل ده وتبقى دي بدايه حاجه. بالظبط. واي نوت. كده بتلاقي هنا عشان يطلع لنا شجره يوستفندي السنه الجايه. 1 2 3. ايه ده بقى؟ اليوستفندي ده الدبان، بتقتل الدبان. ماشي. جدتي الله يرحمها طيب. كانت بتقول لي ان احنا ممكن ان البنات زمان كانوا بيعصروا ليمون في عينيهم عشان عينيهم تخضر. جدتي كانت بتقول لك كده؟ بس هي ماتت خلاص. تمام. طيب الفتحه بقى. طب يا جماعه اهلا بيكم يا جماعه في بودكاست بودكاست السفر، اللي هو ما كانش اسمه السفر بس بقى اسمه السفر. واضح ان كان في مشكله على الاسم. ده احنا لحد دلوقتي مش لاقيين اسم. احنا سميناه السفر عشان اي حد يسيرش على السفر نطلع. الله، فكره ذكيه يعني ذكيه. ما نطلعش حلو. اتعلموا يا بتوع الماركتنج. ايوه. طب معانا النهارده الحمد لله بهاء مش معانا الحمد لله، فمعانا النهارده ضيف عظيم. مش هنتكلم عليه. ما هو احنا هنقطعها دي. ماشي. معانا ضيف عظيم من اكتر الناس اللي انا شخصيا يعني شايف ان هي تستحق التقدير في جمهوريه مصر العربيه. ربنا يا نهار ابيض. حقيقه يا نهار ابيض. حتى اللي ورا الكاميرا بيسقف يعني. الكاميرا مان، لا دي محبه للشهره، بتحب تقف. احلى سلام للكاميرا مان هنا يا جماعه. ايه ده؟ لا انا هو مش بيعزم. يوستفندي بتاعتي يا جماعه. بس بقى خلاص الكلام ده ما بنطلعوش بره. عمرو باشا. اوكي عرف نفسك يا باشا. اوكي، انا عمرو السوهاجي، كابتن منتخب مصر للسباحه البارالمبيه. واللي ما يعرفش يعني ايه سباحه بارالمبيه، دي اللي خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه من الاعاقات الحلقيه. انا مصنف اول مصر وافريقيا ورابع عالم بس. لا بس ايه، انت كنت بتقول لنا دايفنج ومش دايفنج. انا الحمد لله عملت يعني نص بروجكت كده از جينيس ريكورد، ان انا اول ادفانس دايفنج ابروفد من بادي. جينيس ريكورد سامعها؟ لسه هنعمل جينيس ريكورد اللي انت بتسمعي عنها دي، بس بنسمع عنها بس. ايوه بنسمع. طبعا ده كان طبعا سلام كبير قوي 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 الكابتن امينه الساعي طبعا واحمد البنا، دول كانوا الانستراكتور والشادو بتاعي. امينه الساعي دي سي او بتاعت مؤسسه حلم. ده اللي هنجيبها معانا في حلقه بقى. ده لازم ده لازم دي لازم. يلا بينا. بس بس ده اللي انا بعمله. يا اهلا يا باشا، منور. تسلم. انا كنت بسالك بقى وكنت بقول لك هو ايه الكلمه الصح؟ اوكي. لان انا في ناس بتستعيب كلمه ذوي الاعاقه، يعني لما تيجي تقول على حد من ذوي الاعاقه يقول لك لا اسمهم ذوي الهمم، احترم نفسك. بالظبط. مش عارف ليه بقى. للاسف هو لازم بس نوضح نقطه، ان المصطلح ذوي الاعاقه او people with disability او person with disability اللي هو PWDs، ده المصطلح الرسمي اللي مصر موقعه عليه ضمن اتفاقيه الاشخاص ذوي الاعاقه اللي تبع الامم المتحده. يعني مش حاجه عيب خالص، ده الاسم المصطلح الرسمي. وهفهمك ليه الناس زي مثلا زي في الامارات بيسموا ذوي الهمم، او في ناس هنا في مصر وفي العالم كله قدرات فائقه، قدرات خاصه، الكلام ده كله. انا برايي الشخصي ما فيش مشكله، كل دوله حره ان هي تقول اللي تقول عليه، بس بنقول الاسم الرسمي. بس من ناحيه ليه بقى غلط ان احنا نقول الاسم ده؟ ليه قدرات فائقه؟ ليه؟ او ذوي الهمم، او مش طبعا مع كل احترامي لكل اصحابنا في الامارات يعني من ذوي الاعاقه، بس تخيل ان انا شخص من ذوي الاعاقه و مش متميز في حاجه، فانت كمان بقيت في ليفل اقل من ذوي الاعاقه اللي هم من اصحاب الهمم او القدرات الخاصه. أيوة. فانت بتحط عليه لود بشكل اندايركت. بريشر. بالظبط. أيوة. هو ايه؟ انا مش فاهم. تاني، انا دلوقتي شخص من ذوي الاعاقه، يقول لك ذوي الهمم دول لازم يكون شخص متفوق وسوبر مان وبيطير وبيعمل حاجات فائقه. انا عادي شخص، انا مش متفوق لا في رياضه ولا فن. انا عندي شخص اعاقه معينه بالزبط. وانا مكتفي كده وعايش كده ومبسوط كده وخلاص. فانت لما هو الشخص ذات نفسه ذوي الاعاقه لما بيلاقي حد من ذوي الاعاقه ويقول على نفسه انا من القدرات الخاصه او الكلام ده كله، او انا سوبرمان، او انا ما حصلتش، يعني انا بحس ان ده بيحط عليه لود. لو شخص ذوي اعاقه او لسه، خصوصا ان لسه عامل حادثه، عشان لازم تفرق ما بين حد مولود كده بيكون هو عارف يكوب اب او يتعامل مع الاعاقه بشكل اكبر من اللي لسه عامل حادثه اساسي. اوكي، ففي بارير نفسي كبير جدا على اللي يكون بيعمل حادثه. فلما اقول لك ان انت شخص ذوي اعاقه، انت ايوه ايه السوبر باور بتاعتك؟ أيوة. مش لازم يكون عندي سوبر باور. أيوة. انا عادي شخص ذوي اعاقه عادي. صح. انت اصلا مولود كده ولا عامل؟ لا انا عملت حادثه في 2010. انت بتشيل الدبان ليه؟ انا عايزه علشان يا ست انا مربيه، انت مالك؟ نحاول نركز في الموضوع بتاع
بس حاجه غريبه، انا قاعد الاقي واحده بتعمل ايه ده؟ طب تصدق العظيم محبه اصلا افتكرتها نحله. هو في نحل هنا كتير قوي. طب خدي امسكي ده لا. عشان لو النحل جه. طب هو احنا ممكن ندفنه في لا الرمله؟ استغفر الله. ها كمل يا باشا. ايه ده؟ انت من اول الرحله يعني مصدعه، لا تترك شيئا لا تاخذ شيئا. انا ايوه هي صح. هو في عفريت معانا في العربيه؟ ماشي يا باشا. قول لي. انت قلت لي انت اصلا مش انا عملت الحادثه بتاعتي في 2010. اوكي. كنت على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. 2010 انت كنت كبير كده. 24 25 سنه. كبير. كانت في 1/8 انا كنت 24. بعدها بشهر 21/9 عشان توريكم سنه طيب الميلادي. لا لسه فعادي بقى الانستا باي وكل الهدايا الماديه. روان انت كده كنت اكبر من روان يعتبر. انت كام سنه؟ انا 2 دلوقتي 22. يعني كنت اكبر من 22 روان. انت قلتي مواليد كام؟ اهلا جنزي اهلا اول مره اشوفك. بيقول لي مش عارفه بقول له حاجه فبيقول لي لا انت مش هتعرفيها انت لسه جديده. ما فهمتش يعني انت لسه جديده. على بتاعت الاستفندي ولا على انت ايه؟ قلت انت قلشت حاجه وقال لي انت قلت قلشت؟ انت هي بالنسبه لك قلش، بايامنا احنا كانت اختراعات. لا مصطلحاتك يا كابتن الاول. بقول لك انتوا انا بتقول لي قلشت دي اصلا بتقول يا روش لحد النهارده. انتوا بعدني في النص على فكره عشان تتنمروا عليا. زي ما لا عشان التوازن هنقع. هو ده بس. انا اصلا عايز اقول لكم حاجه بعيده عن الموضوع، معلش انا فرحان جدا. انا بص عمال احرك في رجلي يعني عمال بص من الصبح عمال اعمل كده، فاللي هو احساس حلو برضه. ثابت على الكرسي على طول. ما علينا. المهم كنا بنقول ايه يا كابتن احمد كنا تاني؟ بنتكلم على الحادثه حصلت وانت 24 سنه. انا عملت الحادثه في 1/8/2010. كنت ساعتها 24 سنه. في 21/9 بعدها بشهر يعني. و21 يوم تميت 25 سنه. فكان لسه طبعا في بدايه حياتي. كنت اتخرجت اشتغلت. كنت بتشتغل ايه؟ محامي. انا خريج حقوق جامعه عين شمس. ايه ده ما شاء الله. بس يا دوب سنتين وعملت الحادثه بقى في 2010. كنت انا وواحد صاحبي وكريم ابن خالي الله يرحمه. يعني لحقت صاحبي انقذه كده اقفل له حزامه وما لحقتش بقى كريم، فهو توفى في الحادثه. حزامه وهو هو كان سايق وانا قاعد جنبه. طبعا بسبب السرعه فقفلت له حزامه. ده اللي بص في الاوقات اللي زي دي محدش بيعرف يفكر قوي. تعرف اللي هو كداب، بس اللي بيجي عليك حاجه واحده تعمليها. فانا كل اللي كان تفكيري كريم. انا اكبر واحد في شباب العيله، اول حفيد. كريم ده ابن خالي. بس وكان زي اخويا طبعا يعني. بس فقفلت الحزام اللي جنبي وقلت له ما تشيلش رجلك من الدركسيون على امل ان ايه العربيه تقف من نفسها عشان الكاوتش انفجر والمقص اتقطم وهي اوتوماتيك، فالعربيه واخده سرعتها وبتجري. سوري على الدراما يا جماعه. طبعا لحقت اللي جنبي وبحاول بقى يعني فكيت حزامي عشان الحق كريم. الكلام ده كله حصل في اقل من 10 ثواني طبعا يعني. العربيه دخلت في الصحراء اتقلبنا حوالي تحقيق المباحث الجنائيه اتقلبت حوالي 15 كيلو. 15 مره لمسافه 2 كيلو. حصلت شويه اصابات خفيفه يعني. رقبتي اتكسرت، 5 فقرات في العمود الفقري، صدري، ارتجاج في المخ، دي خفيفه، كدمه في الحبل الشوكي، عملت شلل رباعي. واخر حاجه فاكرها في الطوارئ والله الناس الدكاتره اللي انقذوني دول يعني اعظم مهنه بجد والله يعني. الدكاتره دول بيقصوا التيشيرت بتاعي من تحت لفوق او اللي ما بيوصل للياقه انا عينيا قفلت. كان القلب الريستد وقف ودخلت غيبوبه حوالي شهر يعني. يا نهار ابيض. عارفه عادل امام لما قال لك بس بقى كويس الحمد لله. الحمد لله. قاعد تاني اجزاء فيا اجزاء. كان الطحال اتشال. والله يا جماعه يعني الناس اللي بتعيط دلوقتي كنا عايزين الهدف ان احنا نبقى موتيفيشن، فمتخيلين كنتوا بتعيطوا دلوقتي. لا بس انا دلوقتي بقيت زي القرد يعني. لا ما شاء الله دلوقتي انت تحولت من كده. انت اصلا كنت سباح قبلها خالص ولا بعرف اعوم اصلا؟ بغرق في شبر ميه. انا كنت بلعب ملاكمه في الاكاديميه المصريه للملاكمه مع كابتن محمد علي طبعا بطل مصر الاسطوره بتاعنا. وفرقت معايا جدا جدا في شخصيتي. السباحه يعني الملاكمه اشمعنى؟ يعني الملاكمه مالهاش علاقه خالص بالقوه على فكره، هي لعبه استراتيجيه بالدرجه الاولى. تاكتكس بالظبط كده، وبتعتمد على الذكاء وفيها استراتيجيز كتير جدا تفوزي بيها. مش فكره ان انت بتخش بتدب بقى في اللي قدامك وبس. صح. فطبعا الاسطوره بتاعنا كابتن محمد وده اللي اسسني اخلاقيا ورياضيا في اللعبه دي، وهي اللي خلتني يعني حتى ككاركتر ان انا الملاكمه ما ينفعش تبصي يعني تغمضي عينك واللي قدامك بيديك بانش، فبتعلمك المواجهه والثبات. خلاص لو قطر جاي في وشك لا ولما تقع لازم تقوم. بالظبط. لو فضلت واقع هتخسر. بالظبط كده. انا بستسلم والله العظيم بستسلم من قبل بقى. انا انسان فاشل ماليش غير في التحديث. والله العظيم انت عارف انا جربت العب كيك بوكسنج وبوكسنج بس انا فعلا انا بخاف يعني. انا والله بخاف على نفسي يعني. انا حد يضربني في مناخيري بقى ومناخيري تتكسر طبيعي. عايز اقول لك في الاول برضو عادي من بربش كده ولا تقفل وبتاع ده طبيعي، ما حدش بيتولد بطل. اوكي بس الكيك بوكسنج انا يعني بصراحه بشجعها دي البنات اكتر عشان مش هتبقى بالظبط غير البوكسنج في الشباب
عنده الماسل باور يقدر يستخدم ايده بس. البنات مش هيبقى عندها نفس الماسل باور، فتستخدم ايديها ورجليها بالظبط، اللي تقدر تدافع عن نفسها. فدي يعني دي حلوه جدا للبنات يعني. صح. طيب احنا يعني طبعا يعني واضح الترانسفورميشن من قبل الحادثه وبعد الحادثه، ده مش محتاج كلام. مش هقول لك غير ايه ان بقى انا ما كانش، انا اسف، ما كانش بيتحرك فيا غير عيني، مش وشي يمين وشمال، عينيا بس يمين وشمال. انا قعدت كذا شهر الميه بشربها عن طريق قطنه مبلوله بس بيمسحها على شفايفي. ف حتى ما كنتش بتبلع؟ ما كانش عندك؟ لا خالص، ما كل المنطقه دي وعامل فيها عمليه وبتاع. ففي 5 فقرات هنا معدن، اي ميتال ديتكتور في المطار برن. عيب عليك. ده اللي معاك والله العظيم دي رقبتي يا باشا. باشا انا عريان قدامك اهو، اعمل ايه تاني؟ بصي اهي، بصي بترن. طب انا عندي نص ايرون مان يعني. عندي سؤال. قولي. يعني اكيد حد تعرض لحاجه زي كده هيبقى نفسيته مظبوط. مدمره في وقت كتير جدا. مظبوط. ايه بقى كانت التيرنينج بوينت بتاعتك اللي هو لا اي كان لا دو الاسئله مور هنا ذان جامده، ده؟ الاسئله جامده. ويا جماعه لازم اقول لكم فعلا ان الناس دي مش محضره اسئله، يعني انا اشهد والله. لهم بالموضوع ده. الكريتيفيتي هنا على الله خالص. هي على الله دي اكيد. الارتجال سر مهنتنا. هات يا عم ارتفعنا تحت. ايه اللي ادفنه تحت؟ خلاص انا غلطان. في ناس بتتفرج، المهم طيب انا عايز اقول لكم مبدئيا ان انا من اول ما عملت الحادثه لمده 2.5 سنين انا ما بتحركش من السرير. 2.5 سنين؟ ما بتحركش. انا كان في كسور كتيره، رقبتي لابس كولر الرقبه طول الوقت، ما بشوفش غير السقف والله. وسافرت ما بشوفش غير السقف في مطارات يعني. بقيت عارف احمد حلمي ما كان في السقف يعني خلاص. قال ايه احنا السقف بتاعنا منور كده ليه ولا ناسي القلشه، هنفتكرها ونركبها. المهم ف 2.5 سنين دول انا فعلا ما بتحركش يعني، والرقبه بلبسها طول الوقت. وانا فاهم من بدايه الحادثه حصل لي ايه وايه اللي انا ده يعني مريت فيه. كان حتى في البدايه الدكتور دخل لي بعد ما فقت من الغيبوبه، فانا اول ما فقت كنت نايم في السرير ورجلي متغطي، فانا مش حاسس برجلي، مش عارف هي يمين ولا شمال ولا فوق بعض كروس كده ولا بتاع. فقلت واد يا عمرو ايه ممكن تكون مكسوره، مشيها مكسوره. المهم لغايه ما لقيت لك الدكتور داخل عليا زي الافلام العربي القديمه. طبعا انت شاب مؤمن بالله، قلت له ما تكملش. بعد الجمله دي ما تكملش، انا كده فهمت. انا كنت لسه متفائل من ربع ساعه مش كلاشيهات طلع بس بيقولوا كده بيأهلني يعني اللي هيقولوا. فبيقول لي انت طبعا حصل لك 1 2 3 وانت بقيت كوادربليجيك فور ايفر يعني. الاصابات الحبل الشوكي نوعين، شلل نصفي اللي هو البارا من الوسط لتحت، وشلل رباعي اللي هو الكوادر من الرقبه لغايه الجسم تحت. ده اصعب طبعا عشان السورس بتاع السباينال كورد في الرقبه. فانا الكدمه بتاعتي بما اني محظوظ جت في رقبتي الحمد لله. بس الحمد لله. لا ما تكتبيش الضحك عادي يعني. بس متعايش يعني 14 15 سنه خلاص متعايش يعني. انت والله العظيم انا بضحك عشان اللي انت بتقوله بيضحكني مش عشان الموقف عمال. لا كده انت بتأذي والله مشاعري انا بني ادم بجد محترم. لا بس قال لي طبعا حصل لك اصابه حبل شوكي وشلل رباعي وانت خلاص بقيت كده ويل تشير يوزر فور ايفر بقى. اوكي. قلت له تمام. قال لي تمام انت فاهم انا بقول لك ايه؟ قلت له انت قلت له تمام ولا انت بتحور عشان انا من بره بقول تمام والحمد لله، بس انا من جوه انا ركبي بيتخبط في بعض. هل ده كان نعيم الجهل؟ للاسف خالص. انا فاهم اللي هو بيقول ايه وعارف يعني. في حال الناس في عيلتي دكاتره وكده فانا فاهم هو بيقول ايه. اوكي الحمد لله. ده اللي جه على لساني ساعتها، ما مش فاكر اذا كنت انا اللي قاصد ولا هو انا كده يعني باي نيتشر يعني. بس قعدت بقى 2.5 سنين دول بستوعب انا هعمل ايه. هي بالظبط جابت سؤالك عامل زي اللي عارفه اللي ماشي بين يعني في جسر بين جبلين. تخيلي بتمشي على الجسر ده وصلتي لنص الجسر لقيت النص اللي قدامك ده كله اختفى، هتعملي ايه؟ هتلف وترجع. انت بتلف وترجعي النص اللي وراك اختفى، ايه اللي هيحصل؟ انا هنكت. انت المفروض تقع. لا يا باشا انت واقف على سلمه في الهواء. انا مش فاهم اعمل ايه. ايه النكست ستيب بتاعتي؟ انا عارف حصل لي ايه وكل ده، بس طب اعمل ايه؟ واصابات الحبل الشوكي اسمها اصابات عشان هي مش امراض، هي الحبل الشوكي خلايا عصبيه مش بتتجدد، فهي بتبقى بيرمنت بقى فور ايفر يعني. بس قعدت طول ال2.5 دول فعلا بحاول افكر هو انا هعمل ايه. وطبعا كانت في مشاعر غضب وحزن والكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها حد جامد كده من الاول يعني. انا بحب استشهد قوي بالقصه بتاعت سيدنا يوسف وابوه سيدنا يعقوب، لما من كتر حزنه على ابنه
فقد بصره اتعمى اهو. بس في نفس الوقت صاحب اشهر ايه في القران بما معناه يعني لو بلخبط فيها انما اشكو بثي وحزني الى الله. صحيح. يعني انا بشكي ربنا. طب انت منين ده ومنين ده؟ لا وساعتها واعلم من الله ما لا تعلمون كمان يعني. بالظبط. فالفكره ان احنا للاسف في العالم كله مش في مصر احنا بنحاول ان احنا نعلم الاطفال والناس تكبت مشاعرها. غلط. صح. ربنا بقى خلق الحزن والفرح لحكمه. صح. طبيعي بني ادمين مش مكن، ده اللي يفرقنا عن الجماد يعني. صح. فطول السنتين ونص دول انا بفكر انا مش عارف اعمل ايه لغايه بصراحه يعني كنت سافرت الصين عملت عمليه الصين؟ عملت عمليه اسمها امبريونيك ستيم سيل خلايا جذعيه حقن في المخ. عارفين فيلم ذا هالك لما بيتحول؟ هي كانت نفس القصه دي. هي خلايا جذعيه دي موجوده في جسمنا بس على سكيل قليل قوي، موجوده في حاجات تانية زي نجمه البحر لو قطعت لها ايد تطلع ايد تانية. أيوة. بس انا لسه ما خضرتش يعني قالش وحشه موت. معانا مارفل هيرو بالظبط. طب والله مصلحه يا جماعه لو عايزين اي سوبر هيرو مصري يعني. هالك ونص ايرون مان وعظمه يعني. والله ده حلو والله العظيم برافو عليك. فلوس على السما بالنص يا شباب. بس تصدقوا تكبروا الموضوع في دماغي عجبني. بس فطبعا ما تتغرش علينا. لا ده انا هجرب اطير دلوقتي. بصوا اهو هتابع هنا الراجل عناب. عارفين سنومان هعمل ساند مان هنا في الرمله دلوقتي. اول لما يرجع يغير اسمه بقى فاهم على الانستجرام. ده اول مركب العربيه حالا. بس فطبعا بصراحه اللي حاولت كل حاجه ما سافرت الصين اول عملت العمليه دي كسايد افكت جالي جلطتين في المخ. يا نهار ابيض. تمام. الصوت ده بص ما بيوقفش لمده 10 ايام في دماغي. جنان بقى في الفتره دي. ده من ايه؟ اعراض جانبيه. ما في جلطتين في المخ. ايوه. رفع ضغط بقى. الصوت ده انا كنت بحس اسمعه في دماغي. اعراض جانبيه من العمليه عشان العمليه كانت حساسه قوي يعني وهي كانت كلها كومبيوترايز بس يعني كانت قويه برضه. عمليه في المخ في بالظبط. بس يعني الحمد لله المخ للاسف لسه زي ما هو يعني. بس المهم التصور الوحيد جربت حاجات كتير اللي لقيته فعلا فارق معايا اللي هو تخيلت اللي انا فيه ده ماتش اعتزالي من الملاكمه. ماتش اعتزالي للملاكمه او لاي رياضي ده بيبقى اهم ماتش في حياته. الليجاسي انا بسيب بقى ارث لنفسي والغيري يقتدوا بيه مش عشان يشاوروا عليا يقولوا انا جامد. دي جت من عند ربنا. انا عمري ما كنت قلتها على لساني من قبل الحادثه. لقيتني بقول اللي هو بصوا بكلم نفسي ازاي. كانوا فاكريني اتجننت فتره من الفترات. هات الاستفندة عشان باينه في الكاميرا. ايوه عشان نبان ان احنا مؤدبين. يا جماعه انا كنت لسه اقول ما حدش يا جماعه ده حاجه بيولوجيه فعادي بس ادفنوا بس. ده يتساب هنا عادي بس احنا هنشيله برضه بعد ما نخلص تصوير هنرميه. يا جماعه ده الكرسي بتاعي بس عشان ما حدش يقول انت فين الكرسي بتاعك. يفتكروا بطير فعلا بجد. والله تبقى مصلحه. الموضوع كبر فيه. عمال اتخيل دلوقتي مفيش بقى لا محور ولا دائري وعمال طاير من فوقيه. الموضوع واكل دماغي. المهم فلقيت بقى عايزه ابقى اسالكم سؤال. طب ممكن اخلص الاول ده عشان الناس ما تتوهش مننا. انا كنت لسه هقول لما نخلص. طب ما نخلص ما نقطعش الجمهور. المهم ايه ده؟ لو تلاحظوا يا جماعه اهو انا ما بعملش حاجه في فاميلي والله العظيم اقسم بالله اي حد بيقعد جنب سبيرتو والله العظيم بيقلب متنمر. ايه ده ماما تريزا يعني. والله العظيم والله يعني هو الراجل اول ما قابلناه والله العظيم كان راجل محترم كويس. ما انت محترم بس ما بيتنمرش على غيره. ما بيتنمرش على غيره. قاعد جنب سبيرتو بس لغايه ما دخلنا جوه. اتفضل. احنا بنعلم الشباب الصغير ان هو ازاي يبقى الفه في التنمر عشان ما حدش يتنمر عليه. طبعا التنمر ده مش بنشجع عليه وده غلط جدا. ايه ده انت عايز ايه دلوقتي؟ مش عارف بناقض نفسي اللي انت فيه ده يا عم. قصدي ان هو بس عشان الجمله دي انك انت ازاي انك تقابل التنمر مش بخوف او بجبن عشان ده بيخلي الشخص المتنمر يزيد في التنمر بتاعه. صحيح. فانك انت تتعامل معاه بشكل ايجابي او طبعا لو انت ما قدرتش بشكل شخصي تستعين بحد سواء في مدرسه مدرس او في البيت. مهم جدا عشان ان احنا ما نكتمش مشاعر التنمر او الاذى اللي بيحصل النفسي منه بسبب يعني حاجات مش حلوه فعلا فسواء كبير او صغير. فدي مهم جدا ان احنا نخلينا منها. وانا بدي كورسات في الموضوع ده لله. انت الجورو بتاعنا بالصدمه. عارفه العلاج بالصدمه. خد جلسات كهرباء. بس فاحنا كنا وصلنا فين؟ قلت بقى لقيت نفسي بقول جمله اللي هو شوف يا عمرو ازاي وامتى دي بتاعت ربنا ما تفكرش فيها. صحيح. انت كل ما عليك تعمل اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه. يحصل ايه ما يحصلش ايه دي بتاعت ربنا. صح. بس صح. وطبعا ده انا كان في ساعتها اخدت فيه سنين برضو مش اقل طبعا. عشان اعرف اطبقه. يعني انت متخيل من واحد كان حياته لاعب ملاكمه وبيتحرك وبيروح وبيجي وبتاع ورياضي بقيت مكاني. اوكي
فطبعا صعبه، مش هكذب عليك، صعبه جدا جدا جدا. واوقات كتيره كنت بتمنى حاجات مش حلوه وده طبيعي، بس انك انت ازاي تعرف تتحكم في مشاعرك وعقلك دي رقم واحد لنجاح اي حاجه في حياتك. صحيح. ومش اقصد ان انت تبقى روبوت، بس ما تخليهاش هي اللي تاوفر كنترول عليك او على قراراتك. صح. تساعدك صح. تحس ايه او تفكر بيه. ومهم قوي احنا نفرق احنا نعمل ايه، يعني وظيفه كل حاجه. العقل تفكير، القلب او المشاعر احساس. صح. احنا للاسف بنخلط ما بينهم دايما. صح. فطبعا يعني اكتر من 50% من الصبر والقوه والرضا اللي فيها ده من عند ربنا، اللي فيها ده ما يعديش 40%. الحمد لله. فكان ده احلى تصور تخيلته في حياتي. طبعا في الملاكمه مفيش بقى استسلام، ازاي وامتى دي بتاعت ربنا. وللتاكيد كانت اقصى احلامي اقعد على الكرسي بس كده، انا كنت ساعتين ونص في السرير، اقعد على الكرسي بس شويه، مش ان انا اكون بطل رياضه. انا كنت اللي كان في دماغي خلاص علاج طبيعي وهبقى زي الاستيريوتايب بتاع الاشخاص ذوي الاعاقه على كرسي متحرك في الافلام بنشوفه والكلام ده. فكان ده احسن ابروتش ليا بالنسبه لي، خلاني ابتدي فعلا بقى ان انا ايه اقف على رجلي فعلا حرفيا. كويس قوي. طيب احنا دلوقتي ناس بتاعت سفر زي ما اتفقنا وكامبينج ونيتشر وكلام من ده. هل انت بتشوف ان الناس ذوي الاعاقه ده حاجه مناسبه ليهم تتعمل لهم؟ ولو ايه التشالنجز اللي ممكن تقابلهم فنقدر ان احنا نتغلب عليها علشان نعمل حاجه مناسبه اكتر؟ لان انا ما بشوفش، انا شخصيا شايف ان احنا مقصرين جدا في الحته دي. صح. احنا كمجتمع، مش انا بس، يعني انا شخصيا عمري ما عملت حاجه زي كده. عمري ما حد لعلمك هو مش في مصر بس، ده في العالم كله. طيب ما هو ده طب ما يلا يا جماعه احنا نعمل ده وتبقى دي بدايه حاجه. بالظبط. واي نوت؟ ليه احنا بنقعد ونتناقش في الموضوع ده دلوقتي ونطلع بحاجه؟ والله فكره جميله جدا. يعني اتمنى يعني لو وزيره البيئه او اي وزير مختص انه فعلا يخلي المحميات الطبيعيه اللي عندنا اللي هي مش موجوده في اي حته في العالم تبقى اكسسبل. هو ده الليك اوف اكسسبيليتي اللي احنا شغالين عليه الكور بتاعنا في حلم. ماشي. للاسف ان الاكسسبيليتي او الاتاحه هي اكبر مشكله بتواجه ذوي الاعاقه باختلاف نوع الاعاقات. اعاقه بصريه، حركيه، سمعيه، ذهنيه، اختلاف. طيب انا هقول لك دلوقتي، انا دلوقتي احنا جايين تيبيكلي كامب اللي هو ايه، طالعين راكبين عربيات. بنتكلم عن الاعاقات الحركيه بالنسبه لي. بالظبط. خلينا في الاعاقات الحركيه. بالظبط. كويس. طالعين كامب، جايين رايحين حته فيها مثلا قاعده صحراء، الفيو حلو وكلام من ده، قاعده ظريفه، بنشوي، بنقضي اليوم، بنعمل اكتيفيتيز على القاعد، مش هنقوم نجري ولا نتنطط ولا بتاع. وبيتنا لا انتوا اجري، انا ما بقدرش. انتوا اجروا، انا ما بقدرش اجري كتير. لا احنا ما بنقدرش اكتر. انت عجوز، انا هخلي بالي من الشنط عادي. اللي بتقول لك انت عجوز دي جابه اللي بتطلع في ساعتين طلعت 8 ساعات. انت متخيل اصلا؟ مش انا والله العظيم بتستمتع بالطبيعه. ثانيه واحد كان ورا، انا والله العظيم كنت انا ماشيه قدام وهو كان ورا عمال يغني بقى مع الناس ويكلموا ويحكوا ويبص على النجوم ويقول دي نجمه الجنوب، لا دي نجمه الشمال، القبله ايه، لا القبله من هنا. اي حاجه انت ما بتصدقوش. خلاص الجمهور يا جماعه، بننسى الجمهور، بننسى الجمهور. ما تصدقوش كانوا واقفين بيصلوا ورايا اصلا. ما تصدقوش ايه؟ مش دي القبله، دي القدس. طيب المهم دلوقتي يوم زي ده احنا تعالى ناخدها خطوه خطوه. تمام. ركبنا، قابلنا الناس، ركبنا العربيات، دخلنا منطقه طبيعيه كويس، على بحر، جبال، صحراء، بحر، بالظبط. عملنا قعده احنا اللي عملناها، الناس بتشارك بقدراتها كويس. حطينا خيام، حطينا قعده، شوي، نار، بتاع مش عارف مين، قعدنا قضينا يوم. ايه المشكله؟ شوف، هو لحد ما الشخص ذوي الاعاقه الحركيه بيركب عربيته ويجي المكان، هي دي ما فيهاش مشكله. تمام. اوكي. الفكره لما هيوصل، يعني بيئه المحميات اللي زي دي او سواء جبال او غابات، هي بيئه صعبه جدا للويتشر. ماشي. عشان طبعا بيغرز. ماشي. في رمله او طينه او الكلام ده كله. ماشي. طبعا مطالع والكلام ده، فلا يمكن حتى لو زي سوبرمان مش هيعرف يتحرك. اوكي. صدق الموضوع قوي. الله يسامحنا بقى في اللي عملناه في المجتمع ده. انت تشوفوا وراه لا، وفيديوهات بقى شاهده من الحذف. بس هتبقى بيئه صعبه جدا عليه، مش عارف يتحرك. اوكي. طيب ازاي نقدر نخلي البيئه دي اكسسبل؟ ان احنا ممكن سهل جدا ان احنا نعمل ممرات او مسارات رامب خشب. اوكي. للويلتشير يوزر. ماشي. بيقدر ينكر بالعربيه هنا مثلا وبيقدر يتحرك بيها. وطبعا المتعارف عليه في العالم كله، الشخص ذوي الاعاقه ما بيكونش لوحده دايما. دايما بيكون مع حد، مع المساعد، كير جيفر، سواء من اهله او حد هو بيقوم بالوظيفه دي. ماشي. مقدم رعايه. ماشي. هل مقدم الرعايه ده بيبقى لازم واحد ولا يعني حد بعينه؟
بص احنا لو هنتكلم في العادي زي مثلا مش محتاج عنده ميديكال كونديشنز بتحتاج تمريض، فبيكون شخص عادي بيكون اسيستنت اوكي ماشي. فاهم الكيس بتاعته، يعرف ازاي يساعد، بيعرف ازاي يعمل ترانسفيرنج الكلام ده كله. طبعا ليها يعني زي كورس كده صغير يعني، بس ملهاش تخصص يعني، ده قصدي يعني. ماشي. ويكون ملم طبعا بالكيس بتاعت الشخص عشان ما يطلعش واحد كده هو مش عارف حالته ايه ويتعب منه. قصدي ان احنا لو احنا مثلا 10 مثلا اوكي، هل مثلا ممكن 2 يطلعوا يخدموا؟ لا هو اقل عدد طبعا بيبقى الواحد، واكتر حاجه مش هيحتاج اكتر من 2. 2 عشان 2 للشخص ذوي الاعاقه يساعدوه لو هيطلع اي حاجه، ما يحتاجش اكتر من شخصين. هو كان بيقول 10 يبقى عندهم 2 بيساعدوه هم ال10. هل ده وارد ولا كتير جدا؟ لا يعني 2 اشخاص من ذوي الاعاقه؟ لا امال 2 بيساعدوا و10 من ذوي الاعاقه. والله مش مشكله، غير المشرفين بتوع الكامبينج. اوكي والله دي بترجع بقى للانديورنس بتاع الشخص نفسه اللي هيقدر يساعد. لا الشخص الاسيستنت هل هيقدر يكفر على العدد ده ولا لا؟ اوكي ماشي. بس طبعا 2 ده المينيمم. طبعا يعني بس تمام ماشي. فسهل جدا ان احنا واحنا عملناه في مؤسسه حلم والدوله. احنا عملتوا ايه؟ مؤسسه حلم دلوقتي مع محافظه جنوب سيناء احنا خلينا دهب كلها اكسسبل. والله دهب يعني من فعلا احلى المدن في مصر وفي العالم يعني، اكتر مدينه الناس بتيجي عليها للدايفنج والطبيعه بتاعتها بقى دلوقتي اكسسبل. ولا رحتها قبل ما تكون مش اكسسبل، وما كنتش بعرف امشي فيها، حاجات مكسره، الارض برضو زي كده صحراويه شويه. فحلم وشركه اوراسكوم ومحافظه جنوب سيناء خلوا دهب دلوقتي اكسسبل. ومن قبلها عملنا الرصيف بتاع جامعه القاهره كلها، رمبات والبلاط المحابب اللي عندهم اعاقات بصريه عشان يقدروا يمشوا يجايد نفسهم. محطات مترو الانفاق مش كلها بس عملنا فيها. لا اماكن كتير. ودلوقتي هو بصراحه من ساعه ما سياده الرئيس في 2018 نوه ان ده يكون عام ذوي الاعاقه، التركيز علينا بقى اختلف. كويس. التركيز علينا بقى بشكل كبير جدا جدا جدا. كويس. الناس بقت خلاص، والقانون اتغير. القانون زمان كان ماده واحده، دلوقتي احنا في مواد كتيره اجتماعيه وتعليميه ومهنيه وصحيه. فالفكره ان احنا بنحاول نغير فكر وثقافه ونظره الناس للشخص ذوي الاعاقه. يا لاوي كومبيتيتيف مود. لو بخبرتك في حته ذوي الاعاقه واحتياجاتهم، وبخبرتنا احنا في حته الكامبينج، لو عملنا مع بعض بروتوتايب. المشكله الاساسيه اللي بتقابل اي شخص ذوي اعاقه الاتاحه. ان احنا اللي احنا بنعمله النهارده ده، وجودنا انا نفسي معاكم اكبر دليل ان الموضوع سهل. ما هو بيكعبلوه بيقع على وشه بتبوظ الدنيا. انتوا تفتكروا في كام او عدد الاشخاص ذوي الاعاقه في مصر؟ في بدايتي في السباحه كنت قعدت 2 سنين بتمرن ومتعايش مع فريق سباحه من ذوي الاعاقات الذهنيه.